يا مساء السعادة عليكم. لو انت زهقتي من البتنجان التقليدي والبطاطس كده المقلية، ولادك زهقوا منها، تعالي اقولك على طريقة حلوة قوي هتخليكي انت ولادك ما تبطلوش تاكلوها وتعمليها كده على طول. قولي بقى عليها بانيه صيامي، قولي عليها صوابع ستريبس كده صيامي نباتي، قولي عليها اللي تقوليه، بس هي هتبقى غير البتنجان والبطاطس اللي انتوا تعرفوها. حلوة جدا جدا. يلا بينا نخش على وصفتنا ونشوف هنعمل ايه. انا هنا معايا بطاطس، طبعا بتجيبي الكمية اللي تعجبك، بقطعها كده قطع صوابع عريضة شوية، لان انا هسلقها، فعايزاها تكون محملة وتستحمل معايا لما اجي اسلقها ما تتقطعش مني وانا بعملها في التتبيلة. بتقطعها كده عريضة شوية ومحملة. هقطعها وهسلقها انا وهوريها لكم بعد ما تتسلق. انا بحط في مية السلق شوية كده من الملح واسيبها تتسلق، يعني تلات ارباع تسوية، يبقى فيها تكة كده مش مستوية للاخر، عشان لما اجي اجهزها ما تتقطعش مني وتتهري. تمام، عبال بقى ما البطاطس تتسلق هكون انا قطعت البتنجان. انا جبت البتنجان قشرته وغسلته وهبتدي اقطعه. لو هي معاكي كبيرة البتنجانة ممكن تعمليها حلقات كده مدورة كبيرة، لكن عشان كانت صغيرة انا حبيت اعملها بالطول علشان كمان تاخد معايا شكل البانيه. هقطعهم كده. انا طبعا غسلتهم وقشرتهم، وعلشان خاطر لما هاجي اخلص تقطيع هرش عليهم كده رشة من الملح واسيبهم على جنب ينزلوا ميتهم، فمش هغسلهم تاني. هوريكم هعمل فيهم ايه بس بعد ما اجهز التتبيلة وهي تنزل ميتها مع الملح اللي انا حطيته. دلوقتي انا هعمل التتبيلة بتاعتي، والخليط اللي هعمل فيه هتعملي طبعا على قد الكمية اللي انت هتستخدمي من البطاطس والبتنجان. انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، ومعايا معلقتين كبار من الثوم المفروم، ومعايا بقدونس متقطع، ومعايا كمان 3 معالق من النشا، ومعايا بابريكا وملح وفلفل وكمون. هي دي كل التوابل اللي انا هحتاجها، وفي مكون تاني انا هقولكوا عليه بس لما يجي دلوقتي. هقلب كده التوابل مع الدقيق والنشا، هقلبهم كويس، وهجيب بقى بولة او حاجة كبيرة كده عشان خاطر اقدر اقلب فيها الخليط. وهضيف له بقى مية، والمية هحطها بالتدريج. لو انتي مش صايمة او مش عايزة تعمليها اقتصادية تقدري تزودي معاها بضاية، او تحطي شوية كده من اللبن لو انتي حابة تعلي يعني من القيمة بتاعتها، وانتي هتعمليها في ايام عادية مش ايام صيام او مش اقتصادية كده وموفرة معاكي. بس على فكرة الخليط ده طعمه تحفة حلو قوي قوي من غير البيض ومن غير اللبن. انا هنا حطيت المية شوية شوية، بحط المقدار المية ده حبة حبة لغاية لما القوام معايا يبقى كويس. انزل كده بس كل اللي في الجناب عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات معايا ولا اي حاجة من الدقيق متكونة في الجناب. قلبته كده كويس. لقيت قوامه بقى حلو معايا ومظبوط. هجيب بقى التوم والبقدونس وهنزل بقى بيهم. التوم والبقدونس بيدوها طعم حلو قوي قوي على فكرة، وبيعلوا التست فيها بتبقى تحفة. هقلبهم برضو كويس جدا كده مع بعض لغاية لما كل الخليط يدخل مع بعض. ويفضل تعمليها وتركنيها على جنب على بال ما تقطعي البطاطس وتسلقيها، والبتنجان بتاخد من الطعم من بعضه فبتبقى حلوة قوي قوي معاكي. كمان بقى معايا مكون هيخلي طعمها حلو قوي ولونها كمان جميل. هي دي حباية من الطماطم، عصرتها من غير ما احط لها مية، يعني ده عصير طماطم كده بس. انتي بقى تقدري تقلبيها بالاسباتيولا، تضربيها في الخلاط، تعمليها باي طريقة سهلة وبسيطة، وفي دقايق هتكون جاهزة معاكي ومش هتاخد اي وقت خالص. كده جهزت وظبطنا الملح وكل حاجة فيها تمام. هجيب بقى البتنجان دلوقتي هنشفه بمنديل مطبخ كده، هنشفه من المية. وانا بنشفه برضو بمسح نسبة كده الملح اللي كانت موجودة عليه. مش بغسله لان انا كنت غسلها قبل ما اقطعه، وكمان عشان المية متخلوش يشرب زيت معايا. الملح نزل كل المية اللي فيه. هنشفها زي ما انتوا شايفين كده بمنديل مطبخ، مفيش اسهل من كده. وادي البطاطس بقى بتاعتي بعد ما اتسلقت 3/4 تسوية علشان ما تبقاش طرية ومهرية معايا تتقطع. انا هوريكم انا هحط الخلطة فيها ازاي، وبعد كده ناخدها بقى نقليها. بتنزليها كده في الخليط بتاعك وتبقى واخدة كده منها تعمل كفر. البطاطس والبتنجان بعملهم بنفس الطريقة، بحطهم كده والقوام زي ما انتوا شايفينه كده
بيبقى لا تقيل قوي ولا هو خفيف، عشان لو خفيف مش هيمسك ومش هيبقى حلو كده ويتبان معاكي. تمام. دلوقتي بقى في الطاسة سخنة كده على النار، الزيت معايا سخن، بحط كده البطاطس، وهو يا دوبك ايه البطاطس هتاخد لون بس، لان البطاطس مستوية مش محتاجة تاخد تسوية. و... وهنعملها مش هاجي جنبها خالص، مش هقلبها غير لما تبتدي تاخد لون، عشان لو انتي قلبتيها في اول ما تحطيها الكفر ده ممكن يتفك منها او تلزق معاكي. فانتي سيبيها اول ما تاخد لون هتلاقيها فكت كده، لو هي لازقه في الطاسه ولا حاجه، وتطلع معاكي حلوه قوي. بصوا ما خدتش وقت، يا دوبك كده اللون الجميل دوت تاخده، ابتدي ان انا اطلعها. يعني حاجه مفيش اسهل من كده، هتخليكي تغيري مفهومك عن البطاطس المقلية والبتنجان المقلي العادي. والطريقة دي مش مخلية البطاطس فيها شاربة زيت، ولا البتنجان زي ما بناكله كده شبه السفنجة مليان زيت، لا. الطريقة دي طعمه حلو قوي ومختلف خالص عن البتنجان اللي احنا بنقليه عادي. هجيب برضو البتنجان هحطه بنفس الطريقة في التتبيلة، ياخد كده من الكفر، وهاخده احطه في الطاسة، برضو مش هقلب فيه غير لما ياخد اللون، برضو مش بياخد وقت في التسوية. ساعة البتنجان بقى لما تحطيه، عشان هو طبعا ني معانا، يبقى زيت سخن، هدي النار شوية، تبقى النار متوسطة عشان يستوي من جوه ويستوي من بره، ما ياخدش اللون من بره ويبقى لسه من جوه ني، هو بيبقى طري كده وابيض وجميل من جوه. هحمل كل الكمية، خلصت كمية البطاطس وكمان هخلص كمية البتنجان كلها بنفس الطريقة، مفيش اسهل من كده. وكمان طعم وريحة مقولكوش، يعني تحفة. هتاخد اللون معايا وهطلعها على طول. دي بقى تعملي جنبها ايه طبق سلطة كده، تاكليها بالعيش، حلوة قوي. عملت جنبها شوية كده من المكرونة، هتبقى برضو جميلة. انا عجبتني قوي وعجبت البنات قوي قوي، لان فعلا طعمها جميل ومختلفة قوي، وهتغير مفهومك عن البتنجان العادي اللي انتي كنت بتاكليه الاول. اخدت اللون الجميل اهو، طلعتها. بصوا مفيش اسهل من كده ولا اجمل من كده، كفايه لونها وشكلها حلو قوي، مقرمشه كده من بره، وفي نفس الوقت طريه وجميله جدا من جوه. البطاطس طريه وحلوه ومقرمشه من بره وجميله جدا جدا، طعمها بجد مختلف خالص وحلوة قوي، ولونها وشكلها كده يفتح النفس. واجمل حاجة فيها ان هي مقرمشة. بصوا كنت حابة ان انا اسمعكم صوتها، ان هي مقرمشة وجميلة قوي قوي. والبطاطس بصوا من جوه حلوة قوي قوي، والكفر حلو وماسك فيها وجميلة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. وحابة اشكركم جدا ان انتوا بتتابعوني وبتشوفوا فيديوهاتي وبتعملوا لي لايك، وكومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني. شكرا، سلام.